في يوم 27 أكتوبر 2007 كان باين انه مجرد يوم عادي في حدث خيري بيعمله برشلونة بالتعاون مع اليونيسيف، لكن من غير ما حد ياخد باله اليوم ده داخل التاريخ. ليونيل ميسي اللي كان عنده 20 سنة وقتها وكان لسه بيبدأ يتحول لنجم كبير وخلص ثالث في البالون دور، كان ماشي في اوضه اللبس وفجأة اتطلب منه يقعد جنب طبق بلاستيك فيه ميه وجواه عيل صغير. في الاول الموضوع كان معقد شويه وهو ما كانش عارف يمسك البيبي كويس، بس بعد كده السيشن ماشي تمام. ميسي وقتها ما كانش يعرف ان البيبي اللي في ايده ده هيكبر ويبقى اهم اسامي في كرة القدم، والمتوقع انه ممكن يقعد ليونيل ميسي في البيت والطفل اللي في الصورة ده يطلع لامين يامال نصراوي. كأن ميسي بايديه السحرية اداله البركة. لامين يامال كسر كل الارقام القياسية في برشلونة وكمان في تاريخ الكرة الاسبانية. صراحة صعب تصدق ان اللي حصل ده كان صدفة، كأن اليوم كامل متظبط عشان لامين يامال، لان عشان اصلا يتم اختياره للحدث الخيري ده في الكامب نو مستحيل تكون صدفة. والمصور خوان مونفورت قال ان حتى وهو صغير قوي عيلته كانت شايفاه فيه شغف ومهارة غير طبيعية، واصروا انه يدخلوه اكاديمية اللاماسيا بتاعت برشلونة وهو عنده 7 سنين بس. واللاماسيا دي مش اي حد بيدخلها كده، خلي بالك، لان الادارة القائمة على الاكاديمية اللاماسيا هي اللي لازم تختارك وتشوف فيك حاجة مش في اي حد. وفكرة انهم يشوفوا موهبة في طفل عنده 7 سنين دي نادرة جدا وما بتحصلش، يعني حتى اساطير زي تشافي هرنانديز واندريس انيستا دخلوا لاماسيا وهو عندهم 11 او 12 سنة. القصة دي تحس انها فيلم متفبرك، كأنهم عاملينه في معمل. لامين يامال مش طبيعي خالص. ايه الطبيعي في ان طفل عنده 16 سنة يبان انه احسن لاعب في بلده في اليورو؟ اكيد ده مش طبيعي. مفيش حاجة طبيعية في اللي بيعمله، وهو اصغر لاعب في التاريخ يشارك وعمل اسيست في بطولة اوروبية. بس طبيعي الناس تشك، خاصة مع السن الصغير. مش بس الجمهور، ده كمان لعيبة محترفة بتنتقده، زي اللاعب الفرنسي ادريان رابيو اللي رغم كل اللي لامين عمله لبلده والارقام اللي كسرها قال انه لسه محتاج يثبت نفسه اكتر. ولامين عمل كده حرفيا، كسر الرقم تاني وبقى اصغر لاعب يسجل هدف في تاريخ اليورو، وساعد اسبانيا ان هي تقصي فرنسا وتوصل للنهائي. وراح للكاميرا وقال لامين يامال بيقول لكل اللي شككوا فيه انه سامعهم بس مش شايفهم. والمضحك ان رابيو كان اقرب واحد شاف اللحظه دي بعينه، لان لامين سجل قدامه بالظبط. في اللحظه دي تحس ان في سيناريو سماوي بيتكتب. امتى اخر مره شفت فيها طفل عنده 16 سنه باين عليه انه ممكن يبقى احسن لاعب في بلده؟ اظن انت لسه ما شفتش الكلام ده، ولو لسه مش مقتنع بموهبته ماشي مفهوم. برشلونه بقى ليها فتره مش بنفس الهيبه من بعد الجيل الذهبي. طبعا هم كسبوا الليج في 2022 2023 بس مكانتهم مش زي زمان، وخصوصا على السوشيال ميديا، وده سبب كبير لان لامين يامال اتقلل من قيمته واتقال عليه انه اوفر ريتد قبل اليورو 2024 من اول ما بقى اصغر لاعب يلعب للفريق الاول في برشلونه، والناس بدات تنتقده. والانتقادات فضلت مستمره طول موسم 2023 2024 رغم انه كان بيكسر ارقام قياسيه وبيكتب التاريخ. لعيبه طول عمرها ما حصلت نص. وفي اكتوبر 2023 بقى اصغر لاعب يسجل هدف في تاريخ الليج ضد جرناطه، وبعدها بشهرين بس بقى اصغر لاعب يصنع اسيست في الشامبيونز ليج. ومش بس في الليج، ده كمان اصغر هداف في تاريخ الكوبا ديل ري، واصغر لاعب يسجل هدفين في ماتش واحد في تاريخ البطولات المحليه الاسبانيه. يا اخي تعمل كل ده وانت عندك 16 سنه بس؟ مش طبيعي، ده جنان. بص يا معلم، لو انت شايف ان ده عادي فانا حابب اقول لك، انا عايز اسالك بس قول لي انت كنت بتعمل ايه وانت عندك 16 سنه؟ انا شخصيا كنت بفرح لو جبت جون في ماتش المدرسه او حتى كسبت ماتش في فيفا في التيمت تيم. انما بقى معلم لامين يامال سجل 7 اهداف وعمل 10 اسيستات في 50 ماتش في اول موسم كامل ليه في اعلى مستواه. وحابب اقول لك ان ده رقم جامد جدا وعمر ما حد عمله. بس ما تاخدش كلام انا بس يا عم، شوف الابطال اللي كانت على ايامنا اللي هي كريستيانو وميسي لما كانوا في عز شبابهم، والابطال اللي كانوا قبليهم رونالدو نازاريو ورونالدينيو وغيره قالوا ايه على لامين يامال. بس استاذنك قبل ما نكمل عايزك تضغط في لايك وسبسكرايب لو انت مش مشترك في القناه، ده طبعا بيشجعني ان اعمل فيديوهات اكتر وبجوده افضل. بس غير التدريب اللي اخده في واحده من اعظم الاكاديميات في تاريخ الكوره اللاماسيا وهو لسه ما بيعرفش يحل مسائل الضرب، يعني عيل بشخه، يعني يكون اهم سبب في نجاح لامين يامال هو ابوه منير نصراوي المغربي الجنسيه المعروف باسم هاسل هارد، وامه الوليه اللي اسمها شيلا اللي من كينيا الاستوائيه. دعمهم الكبير وتوجيههم المستمر طول مشواره في اي مكان بيروحه هو السبب الاساسي في ان موهبه شابه زيه
تفضل ماشيه في السكه الصح وتكبر مش بس كلاعب احسن لكن كمان كانسان اقوى. ولو مش فاكر كان في واحد تاني اتخرج من اللاماسيا وكتب التاريخ، وفي اول كام سنه كان ماشي احسن حتى من ميسي. في اول 3 مواسم ليه سجل اهداف كتير وكان صاحب الرقم القياسي كاصغر لاعب يسجل في الليج ودوري الابطال في تاريخ برشلونه، وكان الكل بيقول عليه انه النجم الاسباني الجاي. اللاعب اللي اسمه بويان كريكيتش، بس الشهرة والضغط النفسي اللي كان عليه وهو لسه صغير كسرته نفسيا، واللي اتصاب بقلق حاد وكان انطوائي جدا. لكن لامين يامال اقوى بكتير من الناحيه دي، بس ده مش معناه انه مغرور، لا هو بس عارف يعمل ايه كويس. بعد ما سجل هدف الجامد ضد فرنسا نزل على الستوري انستجرام بتاعته جمله بتخلص كل حاجه، كاتب تحرك في صمت واتكلم بس لما يكون الماتش خلص. وساعات الثقه الهاديه دي هي اللي بتخليك تطلع لمستوى تاني خالص. وانا عارف ان في ناس لسه بتفكر دايما في الموهبه المعجزه الجديده، وده صح، زي اندريك لاعب مراهق تاني الناس اتكلمت عنه كتير بس لحد دلوقتي الموسم بتاعه مش مبهر. عنده مساهمات كويسه، لعب 30 ماتش وعدد الاهداف بتاعته ما تخطتش 7 اهداف وما مررش ولا مره تمريره حاسمه. انا مش بقلل منه، بالعكس هو عنده موهبه مرعبه برضه، بس حتى في برشلونه لوحدها كلمه موهبه معجزه بقت بتتقال كتير قوي. عندك مثلا زي بيدري وجافي، الاتنين خدوا جايزه الجولدن بوي، بس بصراحه اتصابوا كتير، وجافي تحديدا غايب عن نص الموسم تقريبا، وبيدري اللي اتصاب في ماتش اسبانيا ضد المانيا في اليورو. وعشان كده اي حد مش برشلوني او مش بيشجع اسبانيا ممكن يحس ان لامين هو نسخه تانيه منهم وخلاص، بس الحقيقه لامين يامال عامل ارقام وانجازات احسن من اي موسم لبيدري وجافي، وهو اصغر منهم بكتير، بس فاهم ناس كتير بتقول برشلونه دايما بيطلع مواهب بس مفيش حد بيكمل، وده حصل مع لعيبه كتير بصراحه زي انسو فاتي وعثمان ديمبلي وجيوفاني دو سانتوس وغيرهم. وزي ما احنا عرفنا ان لامين يامال كسب جايزه الجولدن بوي لسنه 2024، وده بيرفع سقف توقعات اكتر واكتر. لكن في رايي الحاجه الوحيده اللي تخليني اقلق عليه هي مدى التزامه بالتدريب وقدرته انه يفضل سليم، بس من ناحيه الهدوء والمهاره والذكاء والفنيات. فهو فعلا موهبه من اللي عمرها ما تتكرر، ولو اتكررت بتتكرر مره كل جيل. ولو في حاجه ملهاش رقم تتقاس بيه فانه مش بيخاف من الفشل وبيعشق اللحظات الكبيره اللي الكل بيبص فيها عليه. فلو انت كنت فاكر ان الكره خلاص بتموت خاصه في مركز الجناح، تابع لامين يامال، لان مع موهبه زيه الكره في ايدين امينه. وفي وسط كل ده بين الضغوط والتوقعات والحكايات اللي بقت اتكررت قبل كده مع مواهب تانية، في طفل عنده 17 سنة بيكتب قصة مختلفة، مش بس بمهارته ولا بأرقامه لكن بحضوره وبشخصيته وبعقليته اللي أكبر من سنه بكتير جدا. لامين يامال مش مجرد جناح صغير بيجري على الخط ويعمل شوية مراوغات، هو مشروع نجم عالمي نضج بدري واتولد في المكان الصح والتوقيت الصح، وتحيط بيه منظومه بتساعده يفضل ثابت. ولو تبص في عينيه هتحس انه شايف هدفه من بدري، مش متوتر ومستعجل ولا حتى مغرور، وهو عارف هو رايح فين. ويمكن دي اكتر حاجه بتفرق ما بين موهبه بتلمع وتختفي وموهبه بتفضل منوره سنين طويله. في عالم الكوره اللي بقى سريع ومليان ضجيج، لامين بيختار انه يتحرك في صمت ويرد باقدامه كل ماتش بيلعبه، وكل لمسه في الكوره كل مره بيكسر فيها رقم، وهو بيقول للكل انا هنا عشان ابقى اسطوره. يمكن دلوقتي لسه صغير، بس لو فضل على نفس الطريق بعد 10 سنين ممكن نبص ورا ونقول احنا شفنا بدايه حاجه عظيمه جدا واحنا مش واخدين بالنا. لان في لامين يامال مش بس برشلونه، لكن يمكن الكره كلها لقت امل جديد في وقت كانت الناس فاكره ان الجيل الذهبي انتهى. قول لهم ده عندها، دي مش مجرد قصه موهبه، دي قصه ولاده نجم، والنجم ده لسه بيبدا يلمع.